السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الاخوان غادي نشوفوا اخر الاخبار المفرحه بزاف الاخوان بخصوص انتقالات جميع اللاعبين المغاربه، والامر الاخوان كيتعلق بكل من حكيم زياش وكذلك سفيان امرابط وكذلك عبد الصمد الزلزال وكذلك الموهبه الصاعده انس الزلول. المهم لما نطلب لكم الاخوان ندخلوا دايركت في التفاصيل ونبداو الاخوان بامرابط، بحيث ان ليفربول جدد الاهتمام ديالو بالتعاقد مع امرابط، وكذلك المدرب كلوب معجب بما يقدمه الدولي المغربي مع فيورنتينا. اكدت بعض التقارير الاعلاميه نهار الاثنين ان ليفربول الانجليزي جدد الاهتمام ديالو مع الدولي المغربي سفيان امرابط، والموقع الاخوان دار الخبر هذا اللي هو فوت ميركاتو اللي كانت بان ليفربول مستعد لاتخاذ خطوه جديده لضم الدولي المغربي بعد أن تم استبعاد جود بيلينغهام من دائرة اهتماماته بسبب ارتفاع قيمته السوقية. وضاف الصحيفة بأن مدرب كلوب معجب بالعمل اللي كيقوم به امرابط والقدره ديالو على حمايه الدفاع، داكشي اللي كيجعلو تحت محط انظار بعض النوادي الانجليزيه. اما بخصوص الاخوان حكيم زياش، فحسب موقع فوتبول انسايدر قالت بان توتنهام رجعت الاهتمام ديالها لحكيم زياش، بغي التعاقد معه الصيف المقبل بالقيمه التسويقيه ديالو الاخوان اللي واصله 27 مليون يورو. ولكن الاخوان كاين عائق واحد اللي كيمنع بزاف ديال الفرق من انهم يتعاقدوا مع حكيم زياش، اللي هو الصالير ديالو اللي طالع بزاف، اللي هو 8 مليون يورو الاخوان في العام. هذا الصالير بزاف على الفرق الاخوان، وخصوصا ديال صفوة الترشيب ديال الدوري الانجليزي اللي باغيين يتعاقدوا مع حكيم زياش، وعلى الاقل غادي ياخذ معاهم رسمي. وكاين بزاف النوادي الاخوان اخرى في الدوري الانجليزي اللي باغيين يتعاقدوا مع بحال ويست هام، جانب نيف اكرد وكذلك فول. ندوزو الاخوان على عبد الصمد الزلزول، بحيث انه حسب صحيفه سبورت اسبانيا قالت بان ولفرهامبتون جدد الاهتمام ديالو بعبد الصمد الزلزول، ولكن صرحت الصحيفه لان المدرب سيميوني كان هو السباق نظر الاهتمام ديالو بعبد الصمد. وكذلك بعض التصريحات اللي قالت شافي هرنانديز على عبد الصمد الزلزولي كنظنوا انه رجع لي امان، ما بقاش باغي يمشي وانما باغي يرجع للفريق ديالو برشا. اما الاخوان انس الزلولي فكاينه بعض التقارير اللي كتقول ان نادي دورتموند باغي يتعاقد معه، والمصدر الاخوان اللي هو صحيفه فوش. وكلنا عارفين الاخوان اداره ديال دورتموند كيفاش خدامه، كتستقطب المواهب اللي كيكونوا فنانين وكيتالقوا معاه واحد العام ولا عامين، وبعدها كتروج ليهم كيمشيو لشي نوادي كبار وكتربح فيهم مبالغ ماليه.